السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. شكرا بزاف للتفاعل ديالكم الفيديو اللي قبل، وشكرا لكم حتى في هذا الفيديو هذا، حيت غادي تفاعلوا فيه وانا عارف غادي تفاعلوا فيه، وغادي ترتقوا دين بابهم ديك اللايكات، وغادي ديروا سبسكرايب للقناه باش ديما يجيكم الجديد. الفيديو ديال اليوم يقد يعجب شي ناس يقد ما يعجبش شي ناس، ولكن ديال الحقيقه هذه اللي هو فريق الرجاء البيضاوي كاي طالع له الدب. وفاش شي كاع فريق الرجاء البيضاوي يعني كاينه شي حاجه. وفي هذا الفيديو غادي نعرفوا حنا وياكم واش بصح فوزي القجع فاسد او غير كذوب، وهذاك الشيء كيروجو وداك الشيء ما منوش والو، وكاين شي ايادي خفيه اللي كيحاولوا يخسروا السمعه ديالو. العلم ان فوزي القجع هو اللي بين المنتخب الوطني المغربي، ولكن اليوم كندخل السوشيال ميديا وكنلقاو انه الهاشتاغ اللي داير طونطونس وداير البوز في هذه السيمانه اللي هو هاشتاغ فوزي القجع فاسد. حنا وياكم في هذا الفيديو غنشوفوا بصح واش فوزي القجع فاسد ولا شي غير كذوب. وقبل ما نبداو الفيديو ما تنساش اخويا تابونا وتطلقنا شويه لايك، ونبداو على بركه الله. ولكن لان داكشي اللي كان خصو يتقال قلناه، واللي بغى يفهم شي حاجه اخرى يفهمها. هيدا حمله شرسه على رئيس الجمعيه الملكيه لكره القدم. حنا وياكم غنشوفوا في هذا الفيديو واش بصح داك الشيء كاين ولا غير كذوب. كمل الفيديو حتى الاخر وغادي تعرف واش بصح فوزي القجع فاسد ولا ماشي فاسد. قصير الا هو الحمله العدوانيه اللي شفناها ضد فوزي القجع. كما ذكرت في البدايه، كيبقى فوزي القجع واحد منا، وبغينا ولا كرهنا فهو قدم انجازات كبيره للكره المغربيه، ففي النهايه هذا الرجل قدم الكثير للكره المغربيه. اكيد فريق الرجاء البيضاوي كيقولوا كأن فوزي القجع كيدفع بفريق الرجاء البيضاوي ككبش فداء، ديما مقدمهم ديما مريتهم، كيكونوا اخطاء في التحكيم وما كيطالبوش الفار او في الكاف وفي الشامبيونز ليغ، وما كيهضروش وما كيهضرش، كيضحك عليهم. راسي عارف شنو طاري وشنو واقع، ولكن نعطيكم الراي ديالي شخصيا واللي كنعرف انا ان جمهور الرجاء البيضاوي هو اقدم واعرق جمهور في المغرب وفي القاره الافريقيه. انا كانسان عايش في المغرب كنشوف لي ماتش فاش تكون لعب الرجاء البيضاوي، وتشوف كيفاش يكونوا المشجعين ديالها هز الالترا، كيفاش تيغنيو وكيفاش يعبروا على الحب ديال الفريق ديالهم الرجاء البيضاوي. ما كانت لعب الرجاء البيضاوي سواء في المغرب سواء خارج المغرب كيمشيو عند دقيقه ديال الحماس لدرجه ان الفريق الخصم كيطرعب وكيتخلع، وعندهم واحد الدور في الوطنيه زايد بزاف. فاش كتقيس الوطنيه ديال البلاد ومقدسات البلاد والصحراء المغربيه، كتلقى اول جمهور في المغرب احتراماتي للجمهور الودادي، ولكن كتلقى اول جمهور في المغرب اللي كيهضر وكيدافع على القضيه المغربيه. الاغاني ديالهم كيغنيوش اغاني عاديه، كيغنيو ولكن كيدوزو دي ميساج. وكيدوزو ميساجات سياسية. مؤخرا في احتفال ديال الشان اللي دارتو الجزائر كانوا جابوا حافي ديال نيلسون مانديلا وهاجم المغرب. ناضوا الالترا ديال الرجاء كتبوا هذه ميساج يقولوا فيها انه اخر مستعمره افريقيه اللي بقات افريقيه هي وهران. يعني هاد الدراري هادو هاد المشجعين ديال الفريق الرجاء البيضاوي كيبغيو البلاد كيموتوا على البلاد وعندهم غير على البلاد. تسمعوا الالترا وكذا والغوات وكورفا سود. ودابا بغيتكم تسمعوني تعطيوني ودنيكم وتسمعوا معايا مزيان حتى الاخر. في اخر الفيديو كتبوا لي دي كومونتير واش انا كلامي صح ولا غير كنخربق. السيد فوزي القجع تعين كرئيس الجامعه الملكيه لكره القدم في 2014، يعني شحال هذه ماشي دابا. صورة للذكرى، لحظات تاريخية بانتخاب رئيس جديد للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. لان اليوم كره القدم الوطنيه كسبت الرهان نتاع البناء المؤسساتي. وفاش كنهضروا على رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم راه ما كنهضروش على شي واحد عادي او شي شخصيه عاديه، حيت ماشي يجي يكون رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم. مين كنهضروا على الكره بصفه عامه من 2014 حتى دابا 2023 ما كاينش شي ولد المراه اللي داز في الجامعه الملكيه ودار هادشي ديال السي القجع. بصراحه الكره النسويه هاد العام فاش لعب الفريق ديال النسوي المنتخب الوطني ديالنا اللي وصل دومي فينال خسر مع نيجيريا
بلانتيات لأول مرة في التاريخ ديالو، وهذه محسوبة للجامعة. لاكوب دي موند الاخوان، لاكوب دي موند، نرجعكم لأيام لاكوب دي موند لأول فرق عربي افريقيا اللي كدوز للدومي فينال وكتخرج بالزز ضد فرقة كبيرة اللي دات كاس العالم جرات على التوالي اللي هي فرنسا. ايوه، شكون رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم؟ اللي هو القجع. ومن اكبر الفراقي اللي كاين في البطولة وكاين في المنتخب في المحلي ولا الكبير، شكون اللاعبية اللي كاين لاعبية الرجاء. اذا خص القجع يساعد الرجاء البيضاوي. واش نسيتو شنو داروا اللاعبية الرجاء في الشان؟ راه ما يمكنش يجي ضدهم، ما يمكنش يجيو كيهاجموا. ولكن هنا مازال ما عارفين شنو هي الخبايا ديال هاد الهاشتاغ ديال فوزي قطع فاس. هاد الشان اللي ديناه 2 مرات على التوالي، راه اللاعبيه اللي في الرجاء في الوداد في فاس في ليفار في كوكب في طنجة لاعبيه غير محليا، واكثر لاعبيه ديال الرجاء البيضاوي. كنشوفوا دابا عاوتاني في هاد الاسبوع بان الكاف كتقدم جائزه كره الافريقيه اللي من كتعطى للملك محمد السادس الله ينصر. وحد الان هادشي اللي كيديروا هاد الانجازات اللي دار دابا واللي شفناهم حنا وشفنا في امر الواقع، راه ما كاينش شي واحد من 2014 لدابا دارهم. لكرة القدم سي فوزي القجع عطى الشيء الكثير، ماشي لا نرمي الورود على احد، ولكن هذه صراحه منذ تولي زمام الجامعه الملكيه لكرة القدم والكره المغربيه في خط تصاعدي لا على مستوى الانديه ولا على مستوى المنتخبات. الانجازات ما يمكنش يديرهم شي واحد لما كانش وطني وصادق في خدمته وقلبه ابيض وكيبغي خير لولاد بلاده ولاد الشعب. وزيد على ذلك ان هناك عناصر خارج الوطن المغرب بعاد على الكره وحاقدين في قلبهم كحل، في قلبهم غيظه، وفي قلبهم الحسد، كيهضروا على المغرب وكيبغيو يخسروا سمعة المغرب وكيبغيو يخسروا السمعه ديال رئيس الجامعه الملكيه. ما حاملينوش، ما مصرولش يوم هنا كيحفلوا هنا، فهمتي؟ البلاد ما مسروطين لهمش، سيرتو داك السيد ما مسروطش دوك الناس، وحيت هما عندهم سياسه فاشله في الكره ولا في الرياضه بصفه عامه. أن نجسد جميعا هذه التحولات المؤسساتية إلى تصورات للنهوض بكرة القدم. دابا هو من الاخر كيشوف كره من الفوق ان كاع الجوائز وكاع الترشيح خصو يكون للمغرب، يعني هو كيتقاتل علاش على المغرب وباش يزيد في النقاط ديالو حتى هو. وكيف كنقولوا ديما والمثل المغربي كيف تيقول القافله تمر والكلاب تنبح. باسطه سكران في الدروج. اي والكره دابا راه ولات هي سياسيه دبلوماسيه. واش كنقولوا فوزي القجع؟ فوزي القجع هو الانسان اللي هادئ تماما وما يقدرش يعطيك واحد القرار اللي يكون متسرع. هذه بالنسبه لي ان اي رئيس خصو يمتاز بهذه الصفه. الذكاء، الاستراتيجية، الدم البارد. والمغرب ناجح في هادشي، الدبلوماسيه والسياسيه ناجح في هادشي في كلشي فين ما جيتي، كرويا سياسيا في اي حاجه، حتى اخلاقيا وفي كلشي الحمد لله. حنا هربنا على شي ناس بسنوات ضوئيه، يعني ماشي سنه سنتين، حنا هربنا على شي ناس بسنوات ضوئيه. ودابا كنسمعوا ان المغرب باغي ينظم كوب دي موند مع اسبانيا والبرتغال. اي هزي راه ماشي سهل واجو تنظم كوب دو موند مع دول عظيمه. كيف ديما لا عزاء للحاقدين، كاين ناس بغاو يهرسوا السمعه ديال المغرب ويهرسوا السياسيات المغرب ويهرسوا الرياضات المغرب. باش شنو غيديروا؟ خصهم يضربوا هذا السيد، حيت هذا السيد هو الجذر ديال الكره ديال الرياضه المغربيه بصفه عامه. السيد تيبغي المغرب وباغي خير المغرب. سمعوا شنو قال عليه رئيس الدراجه عزيز البدراوي. انا نقول لك سي فوزي اللي تنعرف عليه هذا رجل دوله. كرة القدم حنا دوزنا، شفنا كرة القدم كي كانت، شفنا التجهيزات، شفنا الملاعب كي ولاو. كون كان عندنا شي 10 من هذا السيد هذا في قطاعات اخرين كون المغرب مشى بعيد. وهذه واحد 3 ايام خرج واحد البلاغ من نادي الرجاء البيضاء كيقول لا للمساس بمقدسية الوطن ولا لاستغلال اسم الرجاء ومكوناته في خلق الفتن والمغالطات، وأننا نعلن مرة أخرى عن تضامننا الشامل مع السيد فوزي القجع مع جميع مكونات الوطن الغالي من أجل التصدي لأعداء تطور بلدنا وإشاعه قاريا ودوليا. الله الوطن الملك. تلهنا مزيان مفهوم. واحد الوقيته خرج قرار قالوا ان هذاك الشيء مزيف وان هذاك الشيء كيف ماشي مضروب، هذاك الشيء زعما ما كاينش.
الشكور والناس دايره حمله ضد فوزي قجع وباغيين يعرفوا شنو طاري وشنو كاين. من رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع بأن الفساد ينخر بيت الجامعة. وجه رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع عبارات سب وشتم للحكم الرئيسي القطري عبد الرحمن الجاسم الذي أدار مباراة كرواتيا والمغرب لتحديد المركز الثالث لنيل شرف احتضان كأس إفريقيا 2025. والله ولا مال اخوان، لانه شي معلومات يقولوا لنا في الكومونتير. انا الراي ديالي على هذا السيد قلته انه دارش انجازات اللي ما عمر شي واحد غادي يديرهم وما عمر شي واحد دارهم، وما كاينش شي ولد المراه في شي قاره افريقيه غادي يدير داكشي اللي دار فوزي قجع. تهلاو في راسكم، نتمناو ان الفيديو يعجبكم، ولنا الاعجاب ديالكم ما تنساوش تدخلنا ديك لي لايك اخوتي، لي لايك ولا عزاء للحاقدين. وغادي دي معك هذه